مساء الفل عليكم. تعالى احكي لكم النهارده قصه افتراضيه، ولكن هي تمثل واقع ناس كتيره قوي عاشته طول عمرها. وهي القصه دي بتوضح اهميه الزمن واهميه العمر واهميه الوقت كاغلى حاجه موجوده في الحياه. وانا هنا هتكلم على مثالين. مثال علي اللي ابتدى يحوش في سن 25 سنه بعد ما اتخرج، ابتدى يحوش 1000 جنيه من مرتبه كل شهر. ونفس الكلام بالنسبه لعمر اللي اتأخر شوية بسبب الجواز وبسبب ان هو ما اتعلمش ان هو يحوش من بدري. ولكن هو ابتدى متأخر، ولكن احسن من ما فيش. ابتدى امتى؟ ابتدى عند سن ال 35 سنة. عمر عشان يعوض العشر سنين الفرق اللي ما بينه وما بين علي، قرر ان هو يضاعف الفلوس. بدل ما كان هيحاول، علي بقى معاه كام وعمر بقى معاه كام. وهنا الحسبة دي من يعني او المثال ده من اشهر الامثلة اللي موجودة في عالم البيرسونال فاينانس او الحسابات المالية الشخصية. ليه؟ عشان هي بتوضح لك قد ايه مهم جدا انك تعلم. لو انت النهاردة ما عندكش الحتة دي، لازم تعلم ولادك من وهم صغيرين وهم اطفال اهمية الزمن واهمية تراكم الفلوس مع مرور الزمن. اقوى حاجة بتنمي الفلوس هو الوقت، مفيش حاجة اقوى من كده. وهو ده اللي انا هوضحه بالمثال او المثالين اللي احنا هنتكلم عليهم النهارده. طبعا قبل ما احكي لكم المقارنه او هوريكم المقارنه وهوريكم الارقام، لازم بس تعرفوا حاجه، ان انا هنا بفترض افتراضات معينه. الافتراض الاول ان الفايده هنا ثابته، او العائد المتوسط لكل سنه ثابت. فانا هفترض مثلا 12% عائد ثابت كل سنه. ده ممكن يجي لك من شهاده، ممكن يجي لك من استثمار في البورصه، ممكن يجي لك من مشروع، ممكن يجي لك من اي حاجه. فانا هنا بفترض اول حاجه 12%. الافتراض التاني اللي انا كمان بفترض ان انت هتسيب الحاجه تتراكم. يعني النهارده المليون جابت 12%، يعني 120 ألف جنيه. في السنة اللي بعديها أنا مش هاخد ال 120 ألف جنيه عشان أصرفهم على فسح وخروجات ولبس وأكل وشرب، لأ، أنا هسيبهم زي ما هم. فالفايدة السنة اللي بعديها ال 12% هتتحسب على المليون 120 ألف جنيه، مش المليون. وهكذا السنة التانية، في السنة التالتة، في السنة الرابعة، في السنة الخامسة. تراكم، اللي احنا بنتكلم عليه قوة التراكم. كأنك سايب الفلوس في حصالة، والحصالة دي انت ما بتقربلهاش، مش هتكسر الحصالة غير عند سن ال60 سنة. والمثالين اللي انا هتكلم عليهم النهاردة الاتنين بيحوشوا لسن التقاعد. الأستاذ علي اللي ابتدى في سن 25 سنة، ابتدى بدري شوية. أول ما اتخرج بياخد مثلا 5000 جنيه مرتب شهري، قرر ان هو يحوش 1000 جنيه بس على جنب شهري. قال لك انا كده 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 بصرف وكده كده هتبسط، بس لازم احوش لي حاجه على جنب. فقرر ان هو يحوش 1000 جنيه من 5000 جنيه اللي هو بياخده، خلاص، اللي هم تقريبا 20% من مرتبه. بس فضل ملتزم من سن 25 سنه لسن 60 سنه. يعني قعد 35 سنه بيدفع اقساط. 35 سنه في 12 شهر، اجمالي كل اللي دفعه من جيبه، اللي طلعه من جيبه، هم نفس ال1000 جنيه. مرتبه زاد، مرتبه طلع، هم نفس ال1000 جنيه. نسيهم تماما، بيتخصموا كل اول شهر كانهم مصاريف. ودي قاعده من القواعد على فكره الاساسيه برضو في عالم الفاينانس. بيقول لك دايما ايه؟ ادفع لنفسك الاول. يعني قبل اي حاجه اخصم الفلوس اللي انت هتحوشها دي. ده ليك، ده للزمن، ده للمرض، ده للامرجنسي، ده لاي حاجه. اول قاعده هنا: اخصم او ادفع لنفسك الاول. pay yourself first. فهو طلع ال1000 جنيه لمدة 35 سنة، 420 ألف جنيه مدفوعين من جيبه بمتوسط عائد سنوي 12% تراكمي. زي ما قلنا العائد ده ممكن يكون جاي من أي وعاء، عشان محدش يقول لي حرمانية وفوائد وهكذا. أنا بفترض أي وعاء، خلاص، أي وعاء هيجيب لك 12% في السنة. تخيلوا يا جماعة بعد 35 سنة الرقم ده بقى كام؟ هتتخضوا: 6 مليون 400 ألف جنيه. يعني الراجل ده النهاردة اللي كان بيحوش 1000 جنيه بس، بعد 35 سنة من غير ما يعمل أي حاجة، بس من غير ما يقرب للفلوس وياخد منها، بقى معاه 6 مليون 400 ألف جنيه. ابن خالته عمر بقى الإيه، من ساعة ما اتخرج وهو مقضيها حفلات وسهر وسفر وصرف يمين وشمال ولبس وخروجات. حلو وجميل، بس ما كانش بيحوش ولا حاجة، وكان على طول مديون. المهم اتجوز عمر، خلف عمر، قرر ان هو يبتدي يحوش في سن ال 35 سنة. يعني متأخر 10 سنين عن ابن خالته علي، خلاص. بس عمر قال لك بقى: انا ايه، انا هستسكى. انا صحيح متأخر، ولكن انا هعوض اللي فاتني وهحوش فلوس زيادة. انا باخد 30 ألف جنيه مرتب عشان عندي 35 سنة، هحوش منهم 3000 جنيه عشان مصاريفي كتير. فانا بحوش 10% بس. 3000 جنيه يعني كام؟ 3 اضعاف
اللي علي اللي ابتدى بدري بيحوشه 3 اضعاف، وقرر برضو ان هو ما يقربش للفلوس دي خالص، بعائد برضو مركب او فايدة مركبة ROI كل سنة حوالي برضو 12%. وسن التقاعد برضو 60 سنة، يعني قعد 25 سنة بيقسط في ال 3000 جنيه. إجمالي المدفوع كام؟ 900 ألف جنيه، يعني ضعف اللي علي استثمرهم أو استقطعهم من مرتبه. واحد حوش 420 ألف جنيه، أو إجمالي اللي دفع 420 ألف جنيه، والتاني إجمالي اللي دفعه 900 ألف جنيه. تخيلوا يا جماعة الرقم اللي هيوصل في سن التقاعد لعمر قد إيه؟ 5 مليون 600. يعني هو كان بيحوش 3 أضعاف اللي علي بيحوشه، وإجمالي المدفوع أكتر، ومع ذلك إجمالي الاستثمار بتاعه في سن التقاعد كان 5 مليون و600. عارفين يا جماعة لو كان حوش 1000 جنيه زي علي كان بقى معاه كام؟ كان بقى معاه 1 مليون و900. هو ده الفرق الحقيقي النهاردة. واحد بقى معاه 6 مليون 400، واحد بقى معاه 1 مليون و900. ليه؟ عشان واحد ابتدى بدري وواحد ابتدى متأخر. أنا وريتكم المثل ده، مثل لو هما بيحوشوا نفس الحاجة، نفس الرقم ال1000 جنيه، ومثل تاني لو حوشوا 3000 جنيه. طب هناخد بقى مثل في النص، لو حوشوا 2000 جنيه. لو عمر اللي بادي متأخر برضو حوش 2000 جنيه، وعلي بيحوش برضو نفس ال1000 جنيه بتوعه. عمر عند اللي ابتدى 35 وبيشوف حصلته في سن ال60 كام، حصلته فيها 3 مليون و700. بينما علي اللي بيحوش 1000 جنيه، نص اللي هو بيحوشه، عند سن ال60 سنة هيبقى معاه زي ما قلنا كام؟ 6 مليون و400. اول حاجه هيترد عليا بيها، طب ما هو كده علي كان عنده سنين اكتر يحوش فيها. طب تعالى بقى اديكوا المثل الاقوى. لو علي بطل يحوش عند سن ال 45 سنه، يعني قاعد بس يحوش من 25 ل 45 سنه، عند سن ال 60 هيبقى معاه كام؟ وعمر يا عيني اللي ابتدى عند سن 35 سنه وبطل تحويش عند سن 60 سنه، يعني قعد 25 سنه بيحوش، هيبقى معاه كام؟ فهنا الافتراض في حاجتين: علي بطل فبالتالي بطل يستثمر عند سن اصغر، عمر دفع اقساط اكتر كعدد اقساط وكمبلغ كمان اجمالي اكتر. هتشوفوا دي مره لو عمر بيحوش 3000 جنيه، مره لو عمر بيحوش 2000 جنيه، ومره لو عمر بيحوش 1000 جنيه. عمر اللي بالاحمر وعلي اللي بالاخضر، وطبعا شايفين علي كسب في جميع السيناريوهات حتى وهو محوش وقت اقصر 20 سنه بس، وعمر محوش 25 سنه. هي دي الباور اوف كومباوندنج، او قوة التراكم زي ما بنقولها. ودي اتكلموا عليها خبراء في الاقتصاد كتير جدا، اقتصاد شخصي او اقتصاد دول او اقتصاد شركات، انك النهارده احسن من بكره، وامبارح احسن من النهارده. فكل ما بتبتدي بدري كل ما بيكون احسن، وكل ما الفلوس بتاخد وقت انها تتراكم، سواء كان حاططها في بورصه بقى، اسهم، سندات، اذون خزانه، حساب بنكي بيجيب عائد دوري. ايا كان الوعاء هو ايه، احسبها كده. فده مجرد مثال عن زي ما بقول لكم ان الوقت والعمر ده هو اهم عمله في الحياه. انا مش بقولك ان انت ما تستمتعش، مش بقولك ان انت ما تستثمرش في نفسك او في مواهبك او في شغلك او بس لازم تستقطع حاجه زي ما بنقول عليك ليك وللزمن. انت ما تعرفش الزمن مخبي ايه. اعتبر ان دي وثيقه تامين على الحياه، انساها كأن المرتب بتاعك مش موجود فيه المبلغ المستقطع ده اصلا. بس ابتدي النهارده، وهنا بكلم الموظف والغير موظف. حاول ان انت تحوش على الاقل من مرتبك 15 ل 20%. لو انت فرضاني سنجل كده، لو انت طبعا عندك مسؤوليات وعندك اسره واولاد، حاول يا عم 10%. وانا مش هقول زي الاجانب كل مرتبك يزيد زود الرقم قوي، لا، او عيش بنفس اللي انت كنت عايش بيه، لا، متع نفسك واتبسط، بس حافظ على نفس النسبه، حافظ على 10%. مرتبك كان 50 بقى 100,000 جنيه، حوش ال 10%. كنت بتحوش 5000 جنيه، حوش 10000 جنيه. مع ان انت كنت عايش بال 50 ومرتبك زاد ل 100، نظريا المفروض تعيش بنفس المبلغ. لا يا عم، اتبسط اتبسط وهيص وسافر وبر نفسك وبر ولادك، ولكن حافظ على النسبة اللي انت بتحوشها. تاني رجوعا للأمثلة دي، أنا هنا بتكلم مثال توضيحي. طبعا الناس هترد عليا تقول لي ما هو ال 12% اللي انت افترضتها دي مش واقعية، وحاجات كتيرة قوي ممكن تتقال. ولكن في الاخر انا بقارن ما بين اتنين، واحد ابتدى بدري وواحد ابتدى متأخر في ظل ظروف متساوية تقريبا، وهنا انا حاسب متوسط. فناس هتقول لي لو كان حطها في ذهب او لو كان حطها مش عارف ايه، ده برضو مش هو ده موضوعنا. هو موضوعنا تاني المقارنة ما بين واحد ابتدى بدري وواحد ابتدى متأخر. فدي مهمة جدا النهاردة. لو انت ما بتحوشش ابتدي حوش.
لو انت مش عامل حاجة لولادك، اعمل انت ومراتك حاجة لولادكم، حساب مالي للولاد، محفظة استثمارية، في البورصة، في أذون خزانة، في بنك، في أيا كان، وحوشوا لهم مبلغ صغير كل سنة، بحيث ان هو على الاقل سن الجواز يبقى في مبلغ جاهز تقدر تستفيد بيه انك تجوز العيال، او تصرف مصاريف الجامعة بتاعتهم، او تسيبه لهم هم يكملوا فيه بعد كده، او يبنوا عليه بعد كده. وهرجع للكتاب اللي انا قريته مرتين، وانصح اي حد حتى لو ما عندوش الوقت ان هو يقرا الكتاب ده، ان هو يتفرج حتى على الملخص بتاعه على يوتيوب، او يقرا ملخص ليه. وعلى فكره الكتاب ده موجود على كل الرصيفه في القاهره الكبرى، اي رصيف حد بيبيع كتب هتلاقي عنده الكتاب ده. اسمه سيكولوجيه المال، او ذا سايكولوجي اوف ماني. الكاتب بتاعه اسمه مورجان هاوسل. خلاص، الكتاب ده فيه جمل كتيرة قوي حلوة، ويعني تعاليم حلوة قوي في قصة المال دي. ولكن أهمهم بيقولك إن النجاح المالي ده مش ذكاء خارق ولا شطارة ولا أي حاجة. النجاح المالي ده هما حاجتين: وقت واستمرارية. إنك تفضل مستمر ملتزم بنفس الحاجة بتعملها هي لمدة طويلة جدا. هو ده اللي هيخلي عندك نجاح مالي، وهيخلي عندك ثروة. ونفس الكلام في كتاب روبرت كيوزاكي، الأب الغني والأب الفقير، بيقولك أهم حاجة إن الفلوس تشتغل عندك وإنت نايم، تشتغل وإنت نايم وتشتغل عندك وتقعد تزود نفسها. وإن الناس اللي بتقعد مستنية الريز أو زيادة المرتب عشان تبتدي تحوش، هم دول أفشل ناس، عشان دول عمرهم ما هيحوشوا وهيبتدوا متأخر. فدي مقولات مهمة جدا من كتابين من أشهر الكتب البيرسونال فاينانس اللي ممكن تقروها يعني. وأنا أنصح أي حد يعني يشتري الكتابين دول. زي ما بقول لكم، آخر حاجة عايز أختم بيها الحلقة، إحنا للأسف مش صبر. بندور، خصوصا الأجيال الجديدة بتدور على المكسب السريع أو السبوبة السريعة، انتش واجري. ولكن الفلوس ما بتتعملش كده، والراحة المالية والنجاح المالي ما بيتعملوش كده. لازم زي ما قلنا التزام وانضباط لمدة طويلة عشان خاطر تحس بالفلوس. ولو انت زي ما بقول لكم انت بتحوش جزء يسير جدا من مرتبك، صدقني بس لو ابتديت بدري وملتزم ما بتفوتش قسط كل شهر، هتحس بقيمة اللي انت عملته ده كل ما تكبر في السن، وتلاقي ان بقى في خميرة حلوة عندك لو احتجتها او عايز تاخدها وتسافر بيها تلف العالم انت ومراتك او انت لوحدك، هتلاقي معاك فلوس، غير لما تبقى توصل ل60 سنة وما حلتكش حاجة. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لي لايك، واللي عنده اي تجربة شخصية يا ريت يكتب لي في الكومنتات، ويا ريت تشير الفيديو ده مع كل اصحابك او اي حد من قرايبك اللي بيقولك انا هستنى شوية هبتدي احوش لما مرتبي يزيد، او لما اسدد الديون اللي عليا. الديون عمرها ما هتخلص، كل ما يزيد مرتبك مش هتحوش عشان انت مصاريفك هتزيد. فيا ريت تشير معاه الفيديو وتوري له القوة بتاعة التحويش، وتوري له الفرق ما بين علي وعمر. الاتنين ابتدوا، واحد ابتدى 25 سنة، واحد عنده ابتدى 35 سنة، والاتنين بيحوشوا 1000 جنيه في الشهر. واحد وصل ل6 مليون 400، والتاني وصل لمليون و900 بس. ده الفرق، فرق الزمن. أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله.